دكتور، ربما نما إلى مسمعي بطريقة أو بأخرى أن هناك مشروع عن الإيدز سيعرض على مجلس الشورى. لماذا خصص للإيدز ولم يخصص الأمراض المعدية جميعها؟ فما يصيب الإيدز يصيب الالتهاب الكبد الوبائي وغيرها. كلام سليم، نعم. يمكن تذكر ذكرنا قبل شوي قلنا المشروع هذا كان تحت الإعداد من 5 سنوات واحنا شغالين عليه، والحمد لله وصل مجلس الشورى، نتوقع إن شاء الله أنه يطلع منهم في وقت قريب جدا. لماذا الإيدز ولماذا ما يشمل الأمراض المعدية الأخرى؟ كل التركيز في النظام هذا هو لحقوق المرضى عموما وحماية حقوق المرضى، لأنهم فعلا مظلومين. يعني المصاب بالمرض لا يستطيع الحصول على عمل، عزل اجتماعي، الحقوق المدنية وكثير من الحقوق القانونية للأسف مسلوبة. بينما لا ترى الشيء هذا، مثلا إنسان مصاب بالتهاب الكبد الوبائي ما عنده مشكلة، يجاهر ويمشي قدام العالم يقول عندي فيروس كبد وبائي. إنسان مصاب يعني هذه تقريبا من الأشياء. بينما مرض الإيدز لا، مشكلته هو الوصمة الاجتماعية، وعشان كذا كان التركيز هو الوصمة الاجتماعية وتفادي النبذ وضياع حقوق المصابين. دكتور، أحدهم يسأل، في بعض الناس تسأل بس ربما تحرج أنها تطلع على الهواء، فالأخوان في الداخل يقولوا لي الأعراض، ما هي أبرز الأعراض اللي يشوف الواحد أنه مصاب يعرف أنه مصاب بالإيدز بدون فحص؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني للأسف لا يوجد عرض يقول لك أن هذا مصاب بالإيدز. مثلا هناك أعراض تبين على الزهري، قد تبين على السيلان، لكن الإيدز لا يوجد أعراض خاصة بمرض الإيدز إلا في المراحل المتقدمة، وحتى لا يفقهها إلا المختصين في هذا المجال. لكن بالنسبة للعامة لا يوجد عرض معين نقول هذا العرض معنى ذلك أن الشخص هذا مصاب بالإيدز، هذا غير موجود للأسف. دكتور، لو برنامج صحتي أوكل الدكتور عبد الله الحقيل برئاسة اللجنة للتوعية الصحية بالمرض، ما هي الخطوات التي سيتخذها عبد الله الحقيل حتى نساعد احنا فيها وننشر التوعية والوقاية من المرض هذا؟ أعتقد أهم شيء التحدث بشفافية. انتهى مبدأ يعني عصر الوصاية، انتهى. يجب احترام عقل الجمهور ولا تحجب المعلومات عنهم، التوصيل، وبعد كذا يكون التوجه للفئة العمرية المعرضة أكثر، يعني من 15 سنة فأكثر. التوعية، التركيز على التثقيف في المدارس، في الجامعات، توعية الشباب والشابات، وحتى أيضا بعض الكبار أيضا الذي لديهم تصرفات. التوعية والتثقيف، إقامة الندوات، كل هذه هي الأشياء اللي تساهم في نشر الوعي. طيب، وغير التوعية الآن، هل تؤيد مثلا وجود في مناهج دراسية بعض المعلومات الموجودة عن المرض، بعض طرق انتقاله؟ جدا وبقوة حقيقة، وهذا الشيء أساسي جدا. طبعا في حاجة في المجتمعات الأخرى اللي هي الثقافة الجنسية، وممكن تكون يعني بشكل محدود، يعني مع احترام خصوصيات المجتمع والثقافة الاجتماعية، الموروث الاجتماعي، كلها أشياء مهمة يجب الحفاظ عليها، بالإضافة إلى طبعا التوجهات الدينية، ولكن لا يمنع من نشر معلومات حقائق لكيف تفادي الإصابة بهذه الأمراض، وليس فقط مرض نقص المناعة، ولكن الأمراض المعدية الأخرى. دكتور، تظهر لدينا بعض بين الحين والآخر بعض الإحصائيات قد يشكك البعض فيها وقد يرى أنها صحيحة. هل تميل أنها صحيحة أو أن هناك يعني أوكي الإحصائيات دائما تقوم على من يأتي للمستشفى؟ نعم. مثلا أنا أذكر أنه قالوا في الآونة الأخيرة ظهرت تقريبا 1100 حالة أو 1195 حالة في تصريح قبل يومين للمسؤولين. هل تعتقد أن هناك حالات أخرى قد لم يتطرق لها التقرير أو أنها مخفية؟ نعم، التقرير الصادر من وزارة الصحة الإجمالي 1195 حالة، بينها 459 مواطنين و736 مقيمين، زيادة 4.5 عن العام الماضي، وهذه نقطة مهمة جدا. هل المعلومات هذه صحيحة ولا لا؟ أعتقد أنها صحيحة حقيقة، بحكم تعاملي مع الإخوان والأخوات العاملين في وزارة الصحة ما أعتقد أن في معلومات محجوبة، لكن المشكلة هي في دقة التسجيل. هل جميع الحالات المكتشفة مسجلة ولا لا؟ هناك بعض التحفظ على الشيء هذا، وخصوصا كثير من الحالات المكتشفة في القطاع الخاص لا يتم التبليغ عنها، وبعض المستشفيات الحكومية أيضا بكل أسف لا تبلغ. فالعدد يعني يعطي فكرة ولكنه لا يعني 100% الدقة. دكتور، هل الأعمال الوافدة وإجراءات الفحوص لها قلل من المسألة هذه؟ الأعمال الوافدة نعم، هو منطق أساسي، بس دعنا نتحدث بحقائق علمية. العمالة الوافدة لا تساهم كبير في نقل المرض إلا من يمارس مثلا البغاء أو غيره بالنسبة للجانب النساء، أو حتى بعض الرجال، كويس.
محدودة في نقل المرض، والتخوف هو الفحص الأساسي حقيقة عشان الرعاية الطبية أكثر من الحد من نقل المرض. وللأسف كثير من الناس عندهم انطباع أن المرض هذا مستورد، يعني يسافر الواحد برا يجي له المرض وإلا من الأجانب. الكلام هذا مو بصحيح حقيقة، يجب أن نعترف بالواقع حقيقة. المرض موجود في البلد، وفي حالات كثير تم اكتسابها داخليا. يعني أنا بحكم ممارستي والمرضى اللي يجوني أنا أعرف أن في ما لا يقل 25% من الحالات تم الإصابة فيها في الداخل في البلد، يعني ما جت من برا. فالناس لازم تعترف بالواقع وتتعامل معه. يعني المرض موجود ويتم اكتسابه داخليا ويجي من المواطنين، يعني لا نرمي مشاكلنا على الآخرين وكل شيء يجي على الأجانب، لا. اوكي، ابو احمد من القصيم، مساء الخير ابو احمد. ايوه، سؤالك ابو احمد. السلام عليكم. قصر على التلفزيون يا ابو احمد. مساء الخير يا دكتور. نزل صوت التلفزيون ومساء الرضا والنور. حياك الله. سؤالك حبيبي. ممكن اسال الدكتور الله يعافيك؟ بكل سرور، تفضل الدكتور يسمعك. مساء الخير يا دكتور. الله يمسيك بالخير، حياك الله. حياك الله يا حبيبي. بما ان الموضوع يعني خاص بامراض تناسليه وما تناسليه، انا عندي 34 سنه يا دكتور. نعم. وعندي احتقان في البروستات. له علاقه مثل هالامراض؟ اوكي، تحب تسال اسئله او شيء؟ عفوا، هو يقول احتقان في البروستات. ايوه. فهل له علاقه بالامراض هذه؟ قد يكون له علاقة ببعض الأمراض التناسلية الأخرى، مثلا الكلاميديا أو حتى يمكن السيران، لكن نقص المناعة بعيد شوي عنها، يعني كثير جدا بعيد عنها. قد يكون احتمال بالأمراض التناسلية الأخرى، لكنها نقص المناعة لا، بعيد عن الموضوع. اي الله يجزاك خير. حياك الله. ما تشوف شر ان شاء الله. دكتور، ربما لدينا في المملكة العربية السعودية الأدوية ميسرة، هل ترى أن الأدوية في متناول اليد سواء في الخليج أو في الدول البقية؟ نسبة التغطية عندنا في السعودية عالية جدا والحمد لله، وهناك مراكز موزعة على الأدوية غالية طبعا. هي غالية ومكلفة، يعني احنا نتكلم الأدوية فقط بالنسبة للمريض يعني تكلف الدولة بين 80 إلى 180 ألف ريال سنويا للمريض الواحد. معلوماتي عن كثير من الدول العربية للأسف ما هي موجودة في العلاجات بشكل متوفر. دول الخليج أعتقد أنها متوفرة، بس ما عندي معلومات دقيقة في الموضوع هذا. بس هناك تعاون بين الخليج في مسألة المرض هذا. تعاون عن بعد، تعاون عن بعد، يعني فيه مشاركة في بعض الإحصائيات. العام اللي فات طلعت المبادرة السعودية للوقاية من مرض الإيدز، وبعدها بكم شهر تم تبنيها خليجيا، وأيضا بعدها بكم شهر صارت مبادرة عربية، يعني نشأت من عندنا هنا من اللجنة العلمية ووزارة الصحة، وبعد كذا الحمد لله يعني صارت على مستوى العالم العربي. طيب دكتور، نعود للوقاية مرة أخرى. هل ترى أنه الطرق التقليدية البروشورات والأشياء قد تفيد في الموضوع هذا، أم إيجاد محاضرات المدارس؟ كيف يمكن تقوية التوعية؟ احنا نريد الوقاية خير من العلاج، بالذات في مرض الإيدز الوقاية هي الأساس. أنا من اللي يؤمنون بأن النصح المباشر والتوعية المباشرة لا تعمل. يعني ما ممكن تقف قدام انسان وتقول لا تسوي كذا لا تسوي كذا لا تسوي كذا ولا تبي تجي كذا، ما ينفع الكلام هذا. لكن توضح له الحقائق، كيف ينتقل المرض، كيف تتفادى المرض، وش مشاكل المرض لو جاك، وش تاثيره الاجتماعي، وش تاثيره الصحي عليك، ومثل ما قلنا كيف انك تتفادى المرض. اذا التوعيه تكون بمحاضرات غير موجهه بشكل نصحي، يعني بشكل مباشر، لا يسمونها ما هي دايدكتيف، يعني اخذ وعطاء. نعم. نقاش وحوار وتبادل معلومات. ايضا المطويات التي تحمل حقائق مكشوفه، لا تجي للناس تقول لهم والله مرض الايدز ينتقل بالطرق هذه لا تسوون الشيء هذا وبس، ما ينفع الكلام هذا، لا. اذا التثقيف الحديث مع احترام عقليه الطرف الاخر ومستواهم الثقافي والعلمي يساعد